الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فيتميز أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أصحاب همم عالية، فكانوا بالنسبة للرجال قمما، ولذا تحمل كل صحابي مسؤوليته تجاه دينه، كيف ينشر دين الله عز وجل، وكيف يكون وزيرا لسيد الخلق وحبيب الحق. وعلى سبيل المثال الحصر أبو بكر كما جاء في السير، وعلى رأسها سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى، ذكر وعد وحدد من أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسنذكر كما جاء في الرواية، ذكر ابن هشام أن أبا بكر رضي الله عنه أسلم على يديه عدد كبير من الصحابة، وأيضا كذلك ذكر منهم بالاسم، ذكر الزبير ابن العوام، وعثمان ابن عفان، وطلحة ابن عبيد الله، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. تأخذ من هذا درسا أن تنشط في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تذكر الناس بالله، أن تأخذ بيد الله إلى رضوان الله وجناته، جنات النعيم، أن تنقذ إخوانك من البشرية على أي ديانة كانوا، وتأخذ بأيديهم إلى رضوان الله وجناته، إعمالا بقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فكان هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا لم يتكرر الصحابة؟ لأنه لم يكن منا أحد في قوة إيمان الصحابة. الصحابة كان من عادتهم أن الرجل منهم إذا سمع الآية أو الآيتين من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سرعان إذا ما انطلق إلى أهله، إلى عشيرته، إلى قومه، أن يبلغ ما سمعه من رسول الله. وأنت أتاك المصحف كاملا من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، فسل نفسك ماذا بلغت، وما الشيء الذي على أساسه للدين خدمت. بل لم يقتصر الحال على الصحابة من البشر، بل امتد أيضا كذلك تفاعل الكون مع سيدنا النبي ومع عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، عقيدة الحق والصدق. إذ ذكر الله عز وجل كما جاء في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن نفر من الجن يستمعون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم يخرجون ويذهبون إلى قومهم بعد أن نطقوا الشهادتين. نفر من الجن، جماعة من الجن، ينطلقون ويدعون قومهم ويأخذون بأيدي الجن الآخرين إلى صراط الله المستقيم، وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى
والقرآن الكريم أنزل من بعد عيسى، فلماذا لم يذكروا أن القرآن أنزل من بعد عيسى كما جاء في التسلسل التنزلي لوحي الله الكريم؟ إن الجن كانوا أفقه كثيرا، إنهم فقهوا وفهموا حقيقة القرآن، فذكروا ما يشبه القرآن من الكتب السابقة. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا؟ لأن التوراة فيها قصاص وفيها أحكام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى لا يحوي أحكاما ولا يحوي حدودا كما حوت التوراة، فكانت التوراة أشبه بالقرآن، وكان القرآن متمما ومكملا ومهيمنا على ما ورد في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هكذا كن كالمؤمنين ولا تكن أقل من الجن الذي أعلن إيمانه بالله رب العالمين.